السلام عليكم. النهاردة هقدم لكم وصفة ما يختلفش عليها اتنين، وصفة من أكلات زمان. طاجن البامية. طاجن البامية من الأكلات المصرية الجميلة اللي ما يختلفش عليها اتنين. أنا بستخدم البامية اللي حجمها متوسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، يا دوب قد عقلة الصباع بالظبط، وتكون صبحة وفريش. وغسلتها كويس وسبتها على صينية تتهوى لحد ما نشفت خالص. بدأت أقمع فيها زي ما احنا شايفين، بشيل الراس من فوق وبشيل الجزء اللي تحت، فتحات بسيطة كده في الحباية من فوق أو من الجنب على حسب حجم الحباية. لو صغيرة بسيبها زي ما هي، لو كبيرة بديها فتحة بسيطة عشان ما تتكسرش مني. بسم الله. هنبدأ الوصفة بتاعتنا. أنا استخدمت 1.5 كيلو من الطماطم المفرومة مصفيها كويس جدا، وبصلاية متوسطة متقطعة قطع صغيرة، وقد 5-6 فصوص توم، وواحد من الفلفل الحار وده اختيار، وملح وفلفل وكمون، وبشرة بسيطة من جوز الطيب، ومكعب مرق. ورفعت الطاجن بتاعي على النار وحددت فيه المادة الدهنية. انا هنا مستخدمة اللي هي السايحة، ونزلت عليها بالبصلاية يا دوب بس بدأت تطرى معايا، ما خدتش اي لون، ونزلت عليها بعصير الطماطم. تقدري تستخدمي اي مادة دهنية انت بتفضليها في اكلك. انا هنا اللي هي الضاني بتخلي البامية في حتة تانية خالص. تاخد غلوتين، وهنزل بالبهارات بتاعتي، مكعب المرق مع فلفل اسود مع البشرة من جوز الطيب وشوية ملح. اما بالنسبة للفلفل والثوم فهنأجلهم شوية. وقبل ما ابدأ في وصفة البامية حطيت حلة على النار وبسلق فيها اللحمة بتاعتنا. ولو اللحمة اللي عندك سريعة السوا قطعيها قطع صغيرة وحمريها مع البصلاية، وانزلي عليها بالطماطم، وكملي الوصفة عادي جدا. وهنزل بالبامية في قلب الصلصة. وبعد ما نزلت بالبامية هنزل بقى بالتكة بتاعتنا. فرمت الثوم مع الفلفل الحار مع الكمون، وهقلب تقلبتين، وهنزل بقى باللحمه بتاعتنا في قلب الباميه. اللحمه عندي هنا نص سوا، والباميه برضو بنص سوا، وهحطهم الاتنين على بعض وهدخلهم الفرن. هحطها الاول من تحت لحد ما اضمن سواها كامل، وبعد كده هرفعها على الشوايه. اعتمدي الطريقه دي في وصفه الباميه بتاعتك، هتلاقي الطعم بجد اختلف تماما، وهتعمليها على طول. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما استوى وخرج من الفرن. الباميه متسبكه واللحمه مستويه سوا كامل بالشكل اللي تحبيه. تقدميها مع عيش، تقدميها مع رز، زي ما بتفضليها. ولو الوصفه عجبتك فعلي الجرس واشتركي في القناه ليصلك كل فيديوهاتنا.